صباح الخير. كنت مرة مع واحد صديقي بنشتري قهوة. وبعد ما اشترينا وهو جاي يحاسب فبيسأل الراجل بيحاسبه الكاشير. بيقول له ما عندكش خصومات على القهوة؟ فالراجل ضحك قال له لا مفيش خصومات يعني. فبعد ما خرجنا فأنا بسأله بقول له أنت بتسأل الراجل على خصومات على القهوة؟ يعني دي حاجة يعني غريبة يعني. قال لي بص أنا عندي فلسفة في الحياة، أي مكان لازم أدخله ما باجي أشتري أي حاجة تتخيلها. بروح فندق، بحجز أوضة، بشتري لبس وات ايفر، أي مكان بروحه لازم أسأل على خصومات. فبقول له طيب والموضوع ده بينفع معاك؟ قال لي مثلا 50 50، في نص الحالات الموضوع بينفع بينجح فعلا، بقدر ان انا انجح ان انا اجيب خصومات. بعض الاحيان بيبقى فيه اوفرز غير معلنه، فانا لما بسال الاوفرز دي بتظهر والراجل بيقول لي احنا عندنا اوفر ممكن تعمل كذا، ممكن لو اشتريت كذا ممكن نديك خصم كذا. فالراجل عنده فلسفه بسيطه جدا ان هو طالما لم يسال فمش هيحصل على حاجه. فالبدايه ان انت تسال. وبره برضو كنت قريت شخص من هواة السفر، يعني راجل بيلف حوالين العالم، فالراجل بيكتب تجربته وبيكتب على اسرار السفر يعني. فبيقول حاجه مهمه جدا، قال يا جماعه ما تتكسفوش ان انتوا تطلبوا ان مثلا اما تبقى هم كان بيسافر مثلا ان هو لما كان بيحجز تذكره مثلا في المطار ان هو كان ساعات كتير في الكاونتر وهو بيحجز بيسال على ترقيه في الطياره، ان هو ممكن يحطوه في البيزنس كلاس، تمام. او ممكن ان هو يروح بيحجز في فندق ان هم يحجزوا له مثلا يعملوا له ترقيه من الاوضه للغرفه العاديه ان هو يحجزوا له سويت. قال انا لما كنت بسال في بعض الاحيان الموضوع ده كان فعلا بينفع بدون اي تكاليف. فالموضوع ببساطه يا جماعه، طالما حضرتك ما سالتش فانت مش هتحصل على حاجه. طبق الكلام ده على حياتك العمليه. انت حضرتك متخيل ان انت في شغلك عامل شغلك مظبوط، بتبذل مجهود، بتطور من نفسك. فانت متخيل ان انت عندك ترقية مثلا، او انت تستحق ترقية او بونص او وات ايفر. فانت لو مش هتروح تخبط على باب المدير وتطلب دوت، فممكن ما تحصلش على الترقية ديت او تحصل على البونص دوت. انت مين اللي قال لك او ليه افترضت ان انت لو سألت مش هتحصل على الكلام دوت؟ مثلا في بعض الاحيان في بعض الشركات، خلي بالكم بعض الشركات بيبقى فيه امتيازات غير معلنه بتبقى موجوده عند بتاع الاتش ار. انت مثلا محتاج كورس ما، لو خبطت على بتاع الاتش ار وكلمته وبعت له ميل اوفيشال ان انت عايز الكورس الفلاني لان هو بيخدمك في شغلك، ممكن يقول لك اه انت من حقك ان انت تستحق الكورس دوت، تاخد الكورس دوت، او ان هو يشارك مثلا معاك فيه. بعض الشركات بتشارك مثلا في شهاده الام بي اي، ممكن 50 50 تبقى 50% انت تدفعها و50% الشركه تشارك معاك فيها. لو انت ما سالتش على الكلام دوت مش هتحصل عليه. لو بتتعامل مع العميل بتاعك مثلا وطالبته بزياده في السعر بسبب بعض الاحوال مش هتحصل على زياده في السعر، او انت بتتعامل مع المورد بتاعك وطلبته ان هو يعمل لك ديسكاونت، هو مش هيتطوع ويديك ديسكاونت. فالنقطه هنا المهمه يا جماعه، حضرتك لازم تسال علشان تحصل على اللي انت عاوزه. الخجل والكسوف وان انت تفترض في دماغك ان انت مش هتحصل، او انت اما تطلب مش هتحصل على الكلام دوت، دي كلها افتراضات. الافتراضات دي لازم حضرتك تختبرها زي ان انت تسأل. اسوأ حاجة ممكن حضرتك تسمعها كلمة لا. طب ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة ما تطلب طلب من حد ويقول لك لا؟ مش هيحصل حاجة في الكون. الطفل الصغير يا جماعة اما بيجوع بيعيط، فعشان كده اما بيعيط والدته بترضعه عشان تعرف ان هو جعان. فانت حضرتك عندك طلب ما، لازم حضرتك تسأل، لازم حضرتك تخبط الباب عشان الباب يتفتح وتشوف الباب ده وراه ايه. ممكن ما يكونش وراه حاجة بس على الأقل لازم حضرتك تخبط علشان تعرف ايه اللي ورا الباب دوت وتحصل على اللي ورا الباب ده او ما تحصلش عليه. بس في كل الأحوال اوعى تفترض افتراضات وتعيش على أساسها. صباح الخير.